الوطني المغربي طول ما زكي مدرب المنتخب. انا ما سمعتوش عليه بالضبط. بصفة عامة شنو واقع في قضية عبد الحميد كوثري السي زكي؟ وتنظن اول ما نتبعش التصريحات تاعو، ولكن قبل ما نجي البرنامج كاين واحد الاس ام اس في واحد الجورنال كيقول بانه عنده خلاف معايا لان العقليه ديالو كتختلف على العقليه ديالي. بريميرمون انا ما عندي مع حتى شي خلاف، ولكن انا اعطيه الحق الا قال عقليته كتخالف مع عقليتي، لان لا يعقل لاعب غادي يفرض عقليته على الناخب الوطني. خاص الناخب الوطني هو اللي كيتبعوا الجميع، لا من اللاعبين لا من ستاف لا من السياسه ديال الجامعه والاهداف تاعها. دونك هنا هنا كنعطي الحق للكوثري. علاش؟ لان الا كانت عقليته كتختلف مع عقليتي لا مكان له. دونك الميساج واضح. جواب نهائي ديال جورج فضل. انا باقي ما سمعتش رايك انت شنو في هذه القضيه سي زكريا؟ باش ما نجيو لا من هذا ولا من هذا، حنا بيان سور مع بصفه عامه مع النظام مع المنتخبات. لا باش نشدوا الطور من قرونو ماشي ديريكت. شنو كتخالف عقليتك مع عقليتي؟ يعني انت بغيتي تجي وقت ما بغيتي، تفيق وقت ما بغيتي، توصل للمعسكر وقت ما بغيتي، ما لعبتيش تنوض الفوضى، دخلتي وخرجتي ما يعجبكش الحال، يعني سا مونك دو ريسبي. دونك هذه العقليه دي كتختلف على عقليتنا وعلى العقليه على المجموعه اللي غادي كامل خلاف ولا شي حاجه؟ جامي. هو النقطة اللي صار لها سي بدو الزكي على لو بروبليم ديسيبلينير اللي كان في ليكيب ناسيونال ما نخفيوش باش ما نكونوش كذابة. فكنظن بأنه المنتخب الوطني عاش فترات كبيرة ديال هاد لي مومون ديال لانديسيبلين ديال نابورت كيل جوور وبزاف ديال اللاعبين. وواحد الوقت ولا عندنا كتال في المنتخب الوطني لأنه ولاو صحاب هولندا بوحدهم، ولاو صحاب فرنسا بوحدهم، ولاو صحاب المغرب بوحدهم. بس كونوا واقعيين فكنظن بأنه لا ديسيبلين كتلعب دور كبير في سيرتو على مستوى ديال الناخب ودي جوور كي ريبون بريزون. مين كنسمعوا لعاب باش نكونوا واضحين هنا ماشي قدام السي بدو الزكي ولا كيف ما نطبلوا ليه. فكنظن بانه مي ان جوور كيقول لك انا لو كاركتير ديالي ما كيمشيش مع المدرب، راه انت تيدوا تانتيغري في الكاركتير ديال المجموعه عامه وعلى البروجي سبورتيف اللي جا به المدرب، لانه ولا في الديسيبلين اللي كيحتم المدرب. فكنظن بانك انت غادي ضد التيار وتقدر تخلق عراقيل بالنسبه للمجموعه. عبد الحميد الكوثري حتى شي واحد ما كينقص به كقيمه مضافه ولا كلاعب، ولكن على المستوى التاديبي فكنظن بانه خاص امور تاخذ بجديه في هذا النطاق، لانه باش تكون عندنا ايكيب ناسيونال خاص تكون لا ديسيبلين وين ديسيبلين توتال كما كنعرفوا انا كلاعب عشت معاه. فكنظن بانه لا ديسيبلين مهمه، وكنظن بانه اللاعبين اللي كيلعبوا في اوروبا ما كنظنش بانه انا عشت واحد المده تجربه اللي قصيره في اوروبا، فكنظن بانه ما كيحترموش المدربين ديالهم، ما كيكونوش غاديين في هذا الناس، لانه كنشوف ان ديسيبلين توتال اللي كتحتم على اللاعبين في الفراقي ديالهم، وكيكون الريغلومون انتيريور اللي انت ما مسموح تخرج عليه. فكنظن بانه داكشي اللي كيطبق في النوادي ديالهم خاص يطبق على مستوى المنتخب الوطني. هذا بخصوص العقليه ديالو اللي تتبان انه السيد عنده افكار. رايك فيه كلاعب عبد الحميد كوثري؟ لاعب جيد. لاعب جيد.